السلام عليكم ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من كلام من أمريكا. أكدت مصادر أمريكية من أهمها بلومبرغ ورويترز أن الشركة المغربية للطيران المدني رويال ماروك تعتزم تجديد أسطولها بشراء حوالي 50 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس و 24 طائرة من نوع 787 دريم لاينرز. وفي حين أرادت الشركة الأمريكية وحصلت على حصة الأسد في هذا التجديد، فإن منافسها الأوروبي إيرباص حافظ كذلك على جزء ليس باليسير من الكعكة. وحسب مختلف المصادر توصل مصنع تولوز بطلب يخص ما لا يقل عن 20 طائرة من نوع A220. وبينما لا نعلم بالضبط القيمة الإجمالية لطلبيات رويال ماروك، يقول المتتبعون بأن تجديد الأسطول لا يشكل سوى الجزء المرئي من الجليد، حيث أن للناقل الوطني استراتيجية أشمل تدخل في إطار الاستعداد لرفع تحديات المغرب القادمة، أهمها احتضان كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. في هذا الإطار يقول المهتمون قد تضاعف الخطوط الجوية الملكية المغربية عدد طائراتها 4 مرات على مدى 10 سنوات، وتساهم في رفع زوار المملكة إلى 26 مليون سائح. ويعود استعمال طائرات البوينغ من طرف الخطوط الجوية الملكية المغربية إلى حوالي 70 عاما، أي منذ إنشاء الناقل الوطني في 28 من يونيو 1957، سنة واحدة فقط بعد استقلال البلاد. ورغم أن أولى وحدات أسطولها كانت تؤجر فقط من شركات أخرى كإيرفرانس، فعلاقة الشركة الوطنية بالمصنع الأمريكي عمرت لزهاء نصف قرن، وكانت دائما لهذه الأخيرة حصة الأسد في تكوين وتجهيز وتجديد هذا الأسطول. وكان لموضوع تجديد أو حتى تعزيز هذا الأسطول حساسية قصوى لدى مسيري المصنع الأمريكي الشهير. ولي شخصيا قصة طريفة مع هذا الموضوع أقصها على مسامعكم بعد الاستئذان. وقبل 27 سنة فكرت شركة الطيران المدني الوطنية المملوكة للدولة المغربية في فتح وتنويع أسطولها لتعززه بطائرات ذات تكنولوجيا مختلفة ومن مصنع آخر. وجاء ذلك حسب بعض الملاحظين بعد ضغط مستمر للاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتوسيع التعاون إلى مجال الطيران المدني، فكان لابد للخطوط الملكية المغربية أن تقتني بعض الطائرات من المنافس الأوروبي إيرباص. وسبقت ذلك حملة إعلامية ألقت الضوء على جودة وتنافسية الطائرات الأوروبية. وكنت من بين الزملاء الصحفيين القلائل الذين سافروا إلى تولوز سنة 1999 للوقوف عن كتب على هذه الحقائق. وتلت ذلك جملة من المقالات لي في نشرات مجموعة لو ماتان ماروك سوار التي كنت أشتغل بها حينذاك. فلم ترق هذه الروبورتاجات للمشرفين على التواصل لدى المصنع الأمريكي في المغرب. وردا على هذه الحملة ارتأت جريدة لو ماتان دو شانغهاي دو مغرب أن توفدني إلى سياتل عاصمة ولاية واشنطن في الشمال الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، معقل البوينغ رائد الطيران المدني العالمي. قمت بواجبي المهني خلال أسبوع وقفلت راجعا إلى الدار البيضاء. وكان قد استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس قبيل هذه الزيارة إلى الديار الأمريكية
نائب رئيس القسم التجاري لدى البوينغ الأمريكي ذي الأصول المغربية الصديق باليمني، ابن المغرب البار المتقاعد حاليا، لكن بعد أن عوضه في ثاني أعلى منصب في هذه الشركة العملاقة ابن المغرب البار الآخر وابن المقاوم السلاوي المغربي الأمريكي إحسان منير، نفس الشخص الكفء المتواضع الذي أبى إلا أن يتأكد بعينه على أن تمر زيارتي في أحسن الظروف. ولا أنسى هنا اللقاءات الصحفية المطولة التي أجريتها مع كليهما. انتهت هذه القصة. نجحت بعد ذلك الإيرباص في كسر شبه احتكار البوينغ، لكن هذه الآخرة حافظت على حصة الأسد، ليس في تجديد الأسطول فحسب، بل في كل الخدمات الإلكترونية واللوجستيكية. ونجحت البوينغ والإيرباص في الحفاظ على زبون من أهم زبنائهما في العالم. لكن نجاح المغرب كان أكبر، فقد نجح في تحقيق التحول التكنولوجي وإثراء نسيجه الصناعي. ونتيجة لكل ذلك ففي كل طائرة تحلق اليوم في سماء هذه الدنيا أحد محركاتها صنع على أرض هذه المملكة. إلى اللقاء.